مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حوار مع كاتب بتقديم ميدان ناير، بالإعداد والإخراج الكاتب المغربي محمد أيت الحاج. في هذه الحلقة سوف نأخذكم إلى ما وراء الكلمات، إلى عوالم الكتاب وتفاصيل الحكايات. رواية قليل من الكاستيناء للكاتب إياس الخطيب، الصادرة عن دار فكر للنشر والتوزيع. ضيفنا اليوم هو الكاتب إياس الخطيب. ابقوا معنا فالحوار مليء بالدهشة. تقديم الكاتب الأستاذ إياس فرحاني الخطيب، كاتب قاص وروائي من سوريا، عضو في اتحاد الكتاب العرب، رئيس المركز الثقافي الروسي السوري في مدينة روستوف نادان الروسية. صدر له عدة أعمال أدبية، منها بيض الفال، الرقص على شرفة النهار، وحرائق النعنع، قليل من الكستناء. أحاول من خلال أعمالي الأدبية، يعني مجموعتي القصصية التي صدرت ورواية حرائق النعنع والروايات التي ستصدر لاحقا إن شاء الله، كذلك أن أقدم رسالة إلى القارئ، وأحاول دائما أن أكتب بصدق وأن أعبر عما يجول حولنا في هذه أو في هذا العالم المشبع بالكثير من الآلام والآمال والمتغيرات المتسارعة. كل ذلك يعطي الكثير من الأفكار ويعطي الكثير من التجارب التي يجب أن تدون ليبقى هذا الأدب شاهدا على تاريخ نعيشه. لهذا ما أحاول أن أقدمه، أحاول أن أعبر عما يجول في نفس وعقل القارئ، وأن أخطه بقلمي وأن يصل إلى القارئ. وكلما كتبنا بصدق كلما وصلت الرسالة بصدق أكبر. الأعمال الأدبية بكل تأكيد تحمل رسالة إنسانية ورسالة إنسانية عميقة، وهذه هي مهمة الأدب. يعني عندما الكاتب يكتب فهو بكل تأكيد يقدم رسالة إلى المجتمع، والقارئ عندما يريد أن يقرأ يريد أن يستمتع بما يقرأ بكل تأكيد، وبالمقابل يريد أن يستفيد من معلومة، من تجربة، من خبرة حياتية. والأدب ينقل مشكلات المجتمع ويعبر عن المجتمع بكل ما فيه، يعبر عن معاناة المجتمع، يعبر عن المجتمع بأفراحه، بمشكلاته التاريخية، بمشكلاته المجتمعية، بمشكلاته الإنسانية. وقد عبر الأدباء والكتاب العالميون، ونأخذ على سبيل المثال الأدباء الروس الذين في أعمال أدبية ذكروا عمليا التاريخ الروسي بكل ما فيه من حروب، من مآسي، ضمن أعماله الأدبية. وعندما تزور هذا البلد أول ما تسأل عنه تسأل عن أدبائه، وهذا حال المجتمعات المتقدمة ثقافيا وأدبيا. الكتابة حالة من الشغف، حالة من المتعة. وعندما سئلت في أحد اللقاءات الصحفية متى بدأت الكتابة، قلت بأني بدأت الكتابة منذ اللحظة التي كنت أستمع بها إلى القصص والحكاية التي روتها لي أمي وأنا في بطنها. أي أن الكتابة أو الموهبة تخلق مع الإنسان، ثم تأتي عملية صقل هذه الموهبة وشحنها، وذلك بالتزود بالقراءة. وأنا أقولها دائما بأن بيتنا احتوى منذ أن جئت إلى هذه الحياة على مكتبة ثرة فيها الكتب الكثيرة من كافة الأجناس الأدبية، شعرا ورواية وقصة ومسرحا وغير ذلك. وتزودت بالكثير من القراءات، وعشت بطبيعة الحال تجارب حياتية فيها الكثير. كل ذلك يشحن الكاتب إن كانت الموهبة موجودة ويدفعه للبدء بالكتابة. وهذا ما فعلته عندما أصدرت مجموعتي القصصية الأولى في عمر 20 عام بعنوان بيض الفال، ثم تبعتها مجموعتي القصصية الثانية بعنوان الرقص على شرفة النهار، وذلك بعد ذلك بعامين، وكنت في نهاية مرحلتي الجامعية قبل أن أصدر روايتي الأولى بعد مجموعتين قصصيتين بعنوان حرائق النعنع، والتي أخذت صدى لا بأس به، وصدرت في سوريا بداية ثم صدرت في مصر. ومنذ عام تقريبا أيضا صدرت مجموعتي القصصية الثالثة وعملي الأدبي الرابع بعنوان
قليل من الكستناء. فالكتابة هي حالة شغف، هي حالة متعة، هي حالة تقدم الفائدة والمعلومة والمتعة للقارئ بآن واحد.